أرض حباها الله بكثير من جمال الطبيعة وتنوعها، وابتلاها بين حين وآخر بزلازل لم تنسها الذاكرة التركية. في هذه المرة جاء الزلزال عظيما في مداه الجغرافي، فقد ضرب عددا من المدن، وثقيلا في كلفته الإنسانية، إذ تجاوز عداد الضحايا 1000 ومنذ الساعات الأولى للكارثة، في تعداد مرشح ليرتفع ويرتفع معه عدد الجرحى. ستحتاج تركيا إلى كثير من الجهد والمال والوقت لتستوعب المحنة الطبيعية ومثله، بل أكثر منه على الأرجح، لتتجاوز آثارها الكارثية. كارثة تعيد إلى الأذهان نسخا قديمة منها، في ذاكرة لا تكتفي باستعادة العقود من السنوات بل والقرون كذلك. بالأمس القريب، وبالضبط في شهر نوفمبر من عام 2020، ضرب زلزال بقوة 6.6 ولاية إزمير التركية، مخلفا بحسب إدارة الكوارث التركية أزيد من 110 وفيات. قبل هذا الزلزال كان هناك آخر في منطقة بحر إيجا ضرب مدينة بودروم في العام 2017، وقبل عام من ذلك ضرب زلزال آخر ولاية وان بشدة تجاوزت 7 درجات. يقول أهل الاختصاص إن تركيا أرض الزلازل بامتياز، إذ إن السجلات العلمية تثبت أنها تتعرض ما بين كل 6 و7 سنوات لزلزال يمكن لدرجاته أن تتجاوز 7. تتصدر منطقة بحر إيجا قائمة المناطق المهددة بالزلازل، فقد تعرضت في 100 عام الماضية إلى ما لا يقل عن 23 زلزالا مدمرا. وإذا ما أوغلنا في التاريخ الطبيعي لتركيا سنجده يحدثنا عما عرف بزلزال القيامة الصغرى عام 1509، ذلك الذي ضرب بحر مرمرة وتسبب في دمار كبير لمدينة اسطنبول. ولا يسع ذلك التاريخ تجاهل زلزال 1719 الذي ضرب نفس المدينة على نطاق شاسع وقاس، تماما كما فعل بها زلزالان آخران في 1766 و 1894. عديدة هي تلك المحطات المؤلمة بما تخلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات، إلا أن زلزالي جولجوك ودوزجا أخذ في عام 1999 مكانة مفجعة في ذلك. الأول جد في شهر أغسطس وأدى إلى مقتل ما يزيد عن 17,000 شخص، إضافة إلى قرابة 120,000 مصاب، في حين وقع الثاني في شهر نوفمبر والبلاد لم تستفق بعد من صدمة ووطأة سابقه، مخلفا قرابة 1000 قتيل وقرابة 700,000 مصاب. أما الخسائر المادية في هذا وذاك فحدث ولا حرج. تقول أنقرة إنها خبرت مثل هذه الكوارث وأعدت لها وكالة متخصصة هي الآن تكافح لجعل فاتورة تلك الزلازل أقل فداحة، بيد أن الخروج من هذا النسق العالي لتواتر الزلازل بأخف الأضرار يحتاج ثورة عمرانية في بلاد تجمع بين المباهاة بالمنجزات الحديثة والحفاظ على ميراث مدن كثير منها وجهة سياحية جزء مهم من مبانيها يفتقد آخر الصيحات الهندسية في التعامل مع مفاجآت الأرض كلما زلزلت زلزالها وانتبه العالم ليقول ما لها.